انه يرغب في ذلك. اللائحه الجديده سمحت بده يا استاذ مصر جمال. المقاصه ايه يعني؟ عمل شركه مساهمه هي حقيقيه في بالظبط. البورصه. يعني في انديه واعده اللائحه جايه. الجديده نصت، اللائحه ب 2008 نصت ما انا من بقول حق الانديه تعمل شركات يعني مساهمه. الجونه لا مسموحه لا. الجونه يقدر يعمل نادي خاص. فهمت. واخد بالك؟ وادي دجله يعرف يعمل. مصر المقاصه يقدر يعمل. مصر المقاصه بدأ يشتغل الشغل ده. فاحنا محتاجين يعني حزمه لوائح جديده مع حزمه افكار جديده مع ثقافات لازم نعملها ودراسات. وفي اتحاد الكوره. اتحاد الكوره عايز خبراء على فكره. طبعا. بس احنا عندنا طبعا انت عارف عيب ان حد يتعلم يعني. ليه ازاي؟ يعني طول الوقت عندنا شيء معيب جدا ان مثلا لو احنا استدعينا المفروض نستدعي مثلا الناس من الاتحاد الدولي ويدوا لنا يشرحوا لنا. ازاي واحنا عندنا المهندس هاني بريده يا استاذ جمال؟ ما هو هاني بريده جاب واحد قبل كده اتريقوا عليه. ده جابه عشان جاب واحد في مشكله. طيب معايا على الهاتف يا استاذ جمال، معايا على الهاتف بيتابعنا ويشرفنا ان ينضم الينا خبير اللوائح الكابتن محمد عبيد. استاذ محمد مساء الخير. مساء الخير يا استاذ عبد الناصر، مين مع حضرتك؟ الاستاذ جمال العاصي والدكتور عمرو عبد الحق معنا، ونطرح قضيه نحن على شفا حفره من تعطيل دوري المحترفين. مساء الخير يا استاذ جمال، مساء الخير يا دكتور. اهلا استاذ محمد. اهلا بيك. اتفضل امرني بقى. يعني عايز اعرف حضرتك، نحن على شفا حفره من العقوبات، الى اين نحن ذاهبون في تعطيل دوري المحترفين؟ هو طبعا زي ما قلنا قبل كده مرارا وتكرارا وانا بقولها بقالي سنتين انه في 2007 تم اقرار مجموعه من الضوابط او حزمه من الضوابط اللي كنتوا بتتكلموا عليها دي لتطوير وصناعه ولعبه كره القدم بالظبط، بما يسمى دور المحترفين. مصطلح دور المحترفين نفسه او محترف مش موجود في صناعه كره القدم او في لعبه كره القدم، ولكن هي مجموعة من الضوابط عشان تعمل المنظومة كلها وتخليها ماشية في اتجاه سليم. من 2007 أقرت الجمعية العمومية التي أقيمت في زيورخ مجموعة من الضوابط. ده كان في الصيف. في شهر 10 ادوها للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي. في شهر 12 بعتوها لكل الاتحادات القاريه والاتحادات الاهليه. وقالوا ان اخر مده لابد من موسم 2010 2011 كل الاتحادات القاريه على مستوى العالم تطبق دوري المحترفين. كل قارات العالم طبقت دوري المحترفين. احنا عندنا في القاره الافريقيه على الرغم من اعتماد 70 مليون دولار في الكونجرس الذي أقيم على هامش كأس العالم في جنوب أفريقيا في ميونخ. أقروا 70 مليون دولار للقارة الأفريقية لتطوير المسابقات المحلية. إلى الآن لم يتم تطبيق دور المحترفين، إلى الآن لم يتم تأهيل الدول أستاذ محمد، خليني أستوقف حضرتك هنا. هل لم يتم التطبيق في جميع القارة ولا في مصر بس؟ هو في 15 دولة على مستوى القارة بدأوا بمجهودات فردية ان هم أهلوا نفسهم، لان هم يعني شمال افريقيا عندك الجزائر، عندك المغرب، عندك تونس، عملوا دوري محترفين بالظبط، وعملوا دوري محترفين للقسم الاول والثاني بالظبط. محمد بن روراوة عملها في 21 يوم واخذ حوالي 80 مليون دولار من الحكومة ووزعها على الأندية بالظبط. احنا طبعا الموضوع بالنسبه لنا ليس ذو اهميه كما زي ما انا شايف، فنمنا وما عملناش اي حاجه. العقوبات اللي حضرتك بقى السؤال بتاع حضرتك ايه العقوبات؟ ممكن الموسم اللي جاي مش ممكن، ده انا شاكك في كده ان دي عاملينها بطريقه ذكيه ان باخطائنا احنا الأندية بتاعتنا مش هتلعب في البطولات القارية. فإذا من يفوز بالدوري هذا الموسم سوف يحرم من اللعب في بطولة البطولات القارية الأفريقية في الموسم القادم. ما يتم ترديده حاليا بأنه تم تأجيل دوري المحترفين ل 2012. السؤال اللي كنت أسأله لك إن يقال إنه تم التأجيل ل 2012. ما أنا هكمل لحضرتك. اتفضل. ده كله حاجات نظرية اتقالت بسماعة التليفون، ولكن ما يجب الخطاب الذي صدر
من أيوة. الجمعية العمومية، خطاب أعلى آخر. سلطة تشريعية في الاتحاد الدولي عام 2007، يجب خطاب آخر لازم يطلع من الجمعية العمومية يقول تم استثناء أفريقيا وإعطائها مهلة حتى 2012-2013. أيوة. الجواب ده مش موجود عندنا. أنا كل اللي بطالب بيه اتحاد كرة القدم والقائمين على اتحاد كرة القدم حاجة بسيطة وسهلة. أيوة. بدل ما يتكلموا نظري يجيبوا جواب نوزعه على الأندية، علشان لو تعرضنا لمؤامرة طلع لنا بالروراوة بين معرفش إيه السنة الجاية وطعن في اشتراك الأندية المصرية، يبقى عندي مكتوب رسمي أيوة. صادر من الاتحاد الدولي بالظبط. أقدر أروح بيه المحكمة الرياضية وأقدر أجيب حقوق الأندية المصرية واحتمي بيه بشكل يخليني ابعد بعيد عن العقوبات. ولكن الكلام النظري، طب ما أنا هقول ما قلتش. بالظبط. الكلام التليفونات ما ينفعش. بالظبط. ده لوائح وقوانين ولازم تحترم. صدر بقرار جمعية عمومية لازم يلغيه أو يجبه قرار جمعية عمومية. بشكر حضرتك خبير اللوائح الأستاذ محمد عبيد على هذه المداخلة وهذه الإيضاحات. إذا أستاذ جمال الأمر يعني في شق خطير. لا مش مصر ما فيهاش حاجة خطيرة، احنا ما عندناش حاجة خطيرة. لأن عندنا القائمين على لعبة كرة القدم طول الوقت لسه يعرفوا الصرف؟ لا بيعرفوا، لا طول الوقت لوكال، يعني احنا ايه طول الوقت معاركنا في الداخل، يعني مالناش دعوه بالخارج، يعني الخارج ده عندنا ناسين الموضوع. لا احنا طول الوقت لا يعنينا الا الخناقات بتاعت الحواري، يعني طول الوقت بنتخانق مع بعض. انما ما عندناش حد قافز او سابق او بيبص على ثقافه الاخر او بندرس الاخر او بنشوف الدنيا ماشيه ازاي. احنا ما بنعترفش خالص. حتى ناسنا اللي هم مفروض اللي هم ناسنا بيمثلوها في الخارج، احنا اكتر ناس بنهاجمهم. يعني شوف الدكتور حسن مصطفى حولها رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، اكتر واحد احنا اللي بنهاجمه. يعني الناس كلها بتقدره واحنا بنهاجمه. مشغولين بالداخل. اللعيبه المحترفين بتاعتنا خارج مصر طول الوقت مثلا الاعلام بتاعنا نسيهم. يعني مش عارف ايه، كفايه الفلوس اللي بتاخدها. بنعيش كده. ومثلا تلاقي مثلا مشكله في لعيب مثلا عنده بيلعب في اي حته مهتمين بيها جدا. اهم حاجه فيها الفضيحه وفيها القضيه وفيها المشكله. فاحنا عندنا استاذ جمال ده هو بيقول في 21 يوم ايوه اتعملت تجربه في الجزائر. وعمل ايه فعلا، خد قرض من اتحاد الكره، خد قرض من الحكومه الجزائريه وحل تمام. يعني اذا في 21 يوم مش بيج ديل. احنا يعني احنا عندنا حاله تغييب على طول، تغييب وعي، لان احنا طول الوقت عندنا مشاكل هنا كتير جدا وعاملين نضرب بعض كتاف ونزحلق بعض ونضرب بعض بمقصات، فمش فاضيين ان احنا ايه نفكر في مستقبل. احنا يا دوب بنقضي الحاضر، نقوم ناس لحد ما ننام في مشاكل وقصص وحكايات ونهب وتفتيش وحاله نصيه. فالتشكيلات العصبيه لازم تفوق ان مستقبلها عشان يكمل لازم تبص للمستقبل شويه، او عشان مصلحتها لازم تبص للمستقبل شويه. والمستقبل ده اللي هو دوري الاحتراف ده مستقبل قريب مش مستقبل بعيد. بالظبط. ولابد ان نتحرك. بس احنا بنعتمد على اساس الفتاكه ان احنا في الاخر هنأجل هنرجئ. يعني طول الوقت عندنا فكره اجل عمل يوم الى الغد مسيطره علينا. يعني كنا دايما بناخدها عكس، لا تؤجل عمل يوم الى الغد. دلوقتي اجل في الكراسه، في ظهر الكراسه بتاعتنا زمان لا تؤجل، انما دلوقتي بقت تأجل عمل يوم الى الغد او بعد غد. ماشي. خليني اقفل هذا الملف. هو الموضوع بجد خطير وانا بتفق تماما على ان لابد ان يكون هناك تحرك، ولكن خليني اروح. اهالي جماهير الاسماعيلي تتجمهر امام مقر النادي احتجاجا على القبض على مشجعي الدراويش، وان في اكثر من 40 من اولياء الامور واقارب ومشجعي الاسماعيلي الذين كانوا مع الفريق في بورسعيد. يعني 30 مشجع اولياء امورهم كانوا متجمهرين امام النادي الاسماعيلي للمطالبه باطلاق سراح ابنائهم بعد حالات الشغب التي حدثت منهم بعد مباراه المصري والاسماعيلي. والمحامي العام بالاسماعيليه يقرر حبس مشاغبي مباراه المصري والاسماعيلي 15 يوم على ذمه التحقيق وتوجيه تهمه اتلاف ممتلكات عامه في بورسعيد. ايضا فرحه كبيره في المصري بالهدفين اللي انتم شايفينهم على الشاشه. يعني فوز لم يأتي منذ 10 سنين على حساب النادي الإسماعيلي، ويظل الكابتن مختار
يصنع حالة جميلة في بورسعيد. الزمالك والأهلي الفرصة الأخيرة لمارك فوتا المدير الفني للدراويش، وإن الناس يعني خلاص قالوا له مباراة الأهلي ومباراة الزمالك هي الفيصل. أحمد صديق يفكر في الرحيل والأمور تأزمت بينه وبين الجهاز الفني، وقلق في الإسماعيلي بسبب المباريات الصعبة القادمة، والإسماعيلي كامل العدد أمام الزمالك يوم الأربعاء. ويعني لازم أخذ منك كلمة عن الإسماعيلي قبل ما أسيب. الإسماعيلي ده يعني أنا مسميه يعني الصبا، سن المراهقة المحببة اللي هو الإمتاع. يعني هم ناس مبدعين طول الوقت، مش عايزين يؤمنوا في يوم من الأيام اللي هم محترفين. هم طول الوقت بيلعبوا إن هم مبدعين فنانين بالظبط. عندهم مشاعر مرهفة، فكورتهم ما تخضعش لاي عوامل ولا تعرف تراهن عليها. ما تعرفش تراهن على فرقه الاسماعيلي على 5 ماتشات ورا بعض، لانه هو بيلعب طبقا للحاله المزاجيه والمود المزاجي اللي هو عايشه. اذا كان موده حلو فهيلعب كوره كويسه، موده وحش مش هيعمل حاجه. زائد وطول الوقت ما عندهمش فلوس يا استاذ. ضغط عليه برضه بحول الله فكره الهجمه الشرسه من اللي زعلت بورصه كره القدم، هو اتاثر بيها. رجال الاعمال مثلا ضغط عليه فكره البورصه وزياده الاسعار، فهم اتاثروا بيها. الاسماعيلي بقى له 6 مواسم او 8 مواسم بيحل مشاكله بلعيب، يبيع لعيب ويصرف بيه، يبيع لعيب ويصرف بيه. فواضح ان زياده الاسعار والتهابها ما بقتش تقضي، محتاجين يبيعوا الفرقه كلها عشان يقدروا يسدوا. وطول الوقت في معركه شغاله بدون ما حد يقول لنا حل. يعني طول الوقت ناس بتتهم نصر ابو الحسن وواحد اسمه حماد مش عارف ايه وكيل النادي بيتهموهم، وحاولوا طب الناس دي يعملوا ايه؟ يعني الناس ديت بيشتغلوا على قد الحيل اللي حيلتهم، واخد بالك؟ وطول الوقت هو نادي محافظه وبيتعامل زي الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك عنده ضخ، عنده اساليب للدخول. فانا بشفق على نصر ابو الحسن من اللي بيهاجموه. وبعدين ما تبص على حجم الهجوم اللي على مجلس اداره الاسماعيلي كتير جدا. يعني جوه في حزبين في الاسماعيليه، حزب قديم جدا عايز يعود، وحزب وسط كان نفسه ينجح في الانتخابات وفشل. فطول الوقت عمالين يحاربوا في نصر ابو الحسن، ما اعرفش ليه، في المجاني. وبعدين اول ما حد يجي يقعد على الكرسي يقعد يشتكي بالفلوس. طب ما تقعدوا ساكتين بقى. يعني يا ريت مثلا اللي بيجي عنده فكره. انا نفسي واحد يقدم مشروع كامل يقول والله ادوني فرقه الاسماعيلي او ادوني اي الزمالك دلوقتي ومعاه ورقه واضحه، يقول والله انا في خلال 4 سنين او خلال 2 سنين مش هخلي في ازمه ماليه في الزمالك او في الاسماعيلي، يبقى معاه ورقه. انما الناس تتناحر من اجل الكرسي، والكرسي بياخدوه كوجاهه بس. عايز يجي على الكرسي وخلاص، وهو يضرب له كل يوم 3 تصريحات ويطلع في التلفزيونات وكفايه عليه كده. انما الاسماعيلي ده فريق لازم. يعني انا امنيتي ان الاسماعيلي ولاعيبته شويه يبصوا لجماهير الاسماعيلي، شويه يلعبوا للاسماعيليه، شويه يلعبوا للتاريخ. وهم كده يعني مستوى دخولهم مش سيء قوي. وحتى انا مع نصر ابو الحسن.